أعزائي مشاهدي قناة يوم مع ريما في كل مكان، حبيت أغير الدخلة وأرجعكم لأيام الزمن الجميل. وأعزائي مشاهدي القناة الثانية في كل مكان، ودي هتبقى الدخلة بتاعتي بعد كده. النهاردة هنعمل مكرونة بالوايت صوص، من غير حاجات غريبة مريبة. كل حاجة موجودة عندنا في البيت، ولا بقى كريمة طبخ ولا مش عارفة ايه، وهتطلع روعة روعة روعة. وحطوا تحت يعني خطوط كتيرة قوي. هنا انا جبت معلقتين زبدة، 4 معالق زيت. ما عندنا الزبدة نحط سمنة، ما عندنا السمنة نعملها بزيت بس. ولا حاجة تضايقنا ولا حاجة تعصبنا. الموضوع كله اسهل من السهولة وابسط من البساطة. كده هيتاكل وكده هيتاكل. المهم النفس. ما علينا. حطيت عليهم 3 معالق دقيق، وهبدأ أقلبهم لغاية ما الدقيق لونه يغير شوية، ويبدأ يبقبق كده، يعمل بابلز، يعمل فقاقيع. كان عندي مشروم علب، بس طبعا العلب انتوا عارفين بيبقى متقطع كبير. غسلته وقطعته صغير، رحت حطاه على الدقيق. في ناس بتحطه قبل الدقيق، بس بيغير لون الدقيق، بيخلي اللون لون الوايت صوص كده غامق، مش وايت، مدي على براون كده شوية. ده بيتعمل في البيكاتا، مش بيتعمل هنا. المهم، جبت بقى فيه كام تركاية كده تحفة، هقولها لكم بقى واحنا بنشتغل. معلقة توم، او يعني معلقة الا ربع كده صغيرة، نحطها عليها مجرد بس ما يعني تطلع ريحتها. كان عندي 2 سوسيس في الفريزر، بص كله بواقي، يعني الموضوع سهل وبسيط. ما عندناش مشروم، مش مشكلة هتتاكل. ما عندنا سوسيس، مش مشكلة هتتاكل. ممكن تحطوا اي حاجة عندكم، يعني مش فارقة. تمام. هنقلبها لغاية برضه السوسيس على فكرة مسلوق ومتقطع، علشان كله مش بياخد اصلا وقت كتير. دي مكرونة ال10 دقايق تقريبا، وانا المكرونه كنت سلقاها بالمناسبه. هنا بقى لما نشفت خلاص معانا، هنزل عليهم بكوبايتين لبن بدرجه حراره المطبخ عادي جدا. وهخلي جنبي كوبايه الا ربع، لو لقيت الدقيق احتاج، لان طبعا احنا عارفين كل دقيق وعلى حسب نوعه. لو لقيتها هتحتاج هننزل بقى بالكوبايه الا ربع الباقيه. طبعا انا لقيتها تقلت قوي معايا، فهنزل بيها بالكوبايه الا ربع. المهم انا هنا بحط بهاراتي اللي مدمره حياتي. هحط فلفل وهحط ملح، وبعد كده هحط مرقه. المهم هفضل برضو اقلب فيها لغايه ما هلاقيها تقيله معايا جدا. هتبقى عامله زي البشاميل كده. لا انا عايزاها تبقى جوسي، عايزاها تبقى خفيفه. هحط بقى عليها الكوبايه الا ربع اهي الباقيه. بس انا بحب اسبق الاحداث واقول لكم انا هعمل ايه، عشان ما تتفاجئوش يعني. بسهل عليكم كل حاجه. خلاص. لغايه بقى اما هنقلبها كويس، هننزل عليها دلوقتي بالمرقه. وبعد المرقه بقى في تركايه كمان هتعجبكم جدا جدا جدا. دي المرقه كان عندي في الفريزر. انا اي حاجه بتتبقى عندي بروح حطها في الفريزر على طول. كان عندي جبنه تشيدر، جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، اللي هو كده يعني قطع هنرميها، لا حرام، محدش بيرمي حاجه دلوقتي. فبشيل في الفريزر، بتنفع في وقت زنقه، بتنفع لبيتزا، بتنفع لمكرونه، بتنفع لجلاش، بتنفع لاي حاجه. اهو بصوا بقى، هتخلي كده فيها مطه، وتخليها كده طعمها يا جماعه مش عايزه اقول لكم، لا هي دي بقى لازم تجربوها. بصوا دي لو عملتوها من غير سوسيس ومن غير مشروم، هي تتاكل لوحدها كده. الزيتون بقى، اوعوا بقى، الزيتون لازم تحطوه في الاخر وتطفوا. ما ينفعش يبقى على النار، لان الزيتون اوريدي بيكون طري، فلو حطيتوه هيتهري، فما ينفعش. بصوا، حاسين بالمطه، حاسين بالمنظر. مش عايزه اقول لكم بقى الطعم، طعم يعني فاخر من الاخر، فظيع. معلش هو انا اخرت اصلا عليكم الفيديو النهارده. انا عارفه بقى ان النهارده الجمعه والناس بتسهر وكده، وفي نفس الوقت فكره الغدا بكره يعني. اتفرج النهارده واعمل بكره. سهله، بسهل عليكم اهو. بدل ما تيجوا تسالوا حد تاكل ايه بكره يقول لكم اي حاجه. انا سهلت عليكم. انا سهلت عليكم بقى اهو. المكرونه دي يا جماعه شايفين منظر فيها كل حاجه، مش عايزه حاجه جنبها والله بجد.
هي كده لوحدها تتاكل. يلا الحمد لله، فظيعة، لازم تجربوها بجد. وما تنسوش طبعا، ما تنسوش تقولوا لاصحابكم على القناة يعملوا سبسكرايب، ولو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، ومستنية رأيكم في كومنت. يا رب أكون خفيفة عليكم، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وإن شاء الله تعملوها وتعجبكم. دمتم حلوين، يعني بجد أنا مبسوطة إن أنا ببقى كل يوم معاكم كده، مش عارفة ليه بحس بطاقة إيجابية. ربنا يديمها علينا نعمة يا رب، ويروق بالكم، ومستنية رأيكم. باي باي.